السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة والتي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، ومجددا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على الديمومة. ونبه المجلس والذي ترأسه زينب العدوي في تقريره السنوي 2023-2024، نبه إلى الوضعية المقلقة والتي يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يسجل تراجعا في أرصدته مع عجز تقني بلغ 9 مليار فاصلة 8 سنة 2023، ومشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستنفذ أرصدته في حدود سنة 2028 حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد، كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية والتي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدل واسع. ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح هيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ابتداء من سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وأشار المجلس إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المعيارية والتي عمت نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاذ احتياطاتها في آجال متفاوتة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء قبل تعميم إجباريته تدريجيا، ودعا إلى تحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكن من حصول على معاش مناسب عند بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات مثل التحفيزات الضريبية وغيرها. ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن المالية العمومية تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بزيادات النفقات وصعوبة تعبئة الموارد في ظل السياق الحالي. وقد وقف المجلس في هذا التقرير على مجموعة من نقاط الاهتمام الكبرى ترتبط أساسا بضرورة استرجاع التوازنات المالية والتحكم في عجز الميزانية والمديونية، وترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة، وضمان ديمومة أنظمة التقاعد، وذلك حرصا على التتبع المستمر لأداء المالية العمومية. وبدورها الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في شهر يناير المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية. وأوضحت مصادر إخبارية أن بعد تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول أكد أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس والذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة. وأوضحت أن خطر الإفلاس دفع برئيس الحكومة عزيز أخنوش للمسارعة إلى الإعلان تحت قبة البرلمان عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح،
من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة، ومؤكدا على أن حكومته لن تقبل على نفسها مهما بلغت الكلفة السياسية أن تعمل على توريد هذا الملف مع تعميق الأزمة. وتضيف المصادر أنه تم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن وضع سيناريوهات ممكنة لإنقاذ هذه الصناديق، وكذا وضع المبادئ الأساسية الموجهة لهذا الإصلاح، وذلك بعد إدخال إصلاحات مقياسية تدريجية ذات طابع استعجالي، ومشيرا إلى أنه سيتم تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح على المدى المتوسط، وتروم إرساء منظومة تقاعد ثنائي القطب عمومي وخصوصي في أفق اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد. ووفقا لمصادر حكومية فإن وصفة إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت جاهزة، حيث من المنتظر عرضها على المركزيات النقابية لإبداء الرأي بشأنها قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. إذ أكدت المصادر أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه على الحكومة بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، والتي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028. وكانت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية كانت قد ترأست بمقر وزارة الاقتصاد والمالية عدة اجتماعات للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، والتي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 من أبريل من السنة الماضية ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين. ونختم متابعينا الكرام نشرتنا الإخبارية بهذا الخبر. زينب العدوي تطالب بتجريد 495 منتخبا من عضوية الجماعات بسبب مخالفة القوانين الانتخابية. كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 495 منتخبا على الجهات المختصة بعد تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، في خطوة تهدف إلى فرض الالتزام بالقوانين الانتخابية وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام. الإجراء الذي تم الإعلان عنه ضمن التقرير السنوي للمجلس يطالب حسب الحالة إما بتجريد هؤلاء المنتخبين من عضوية مجالس الجماعات الترابية المنتخبة، أو إعلان عدم أهليتهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية لمدة مدتين انتدابيتين متتاليتين. شكرا على حسن المتابعة.